الشيخ الشيعي حسين الفهيد وتقسيمه للحيوانات والنباتات بل حتى الجماد إلى موال لأهل البيت ومعاد لهم، والحمد لله على نعمة العقل. مو بس ترى من البشر، مو بس ترى من البشرية، مو من البشرية، كل شيء أكو موالي وأكو معاد. حجارة الكعبة موالية، لكن سقيفة بني ساعدة هذه حجارتها موالية. حجارة الحسينيات والمساجد موالية. حجارة البارات ومحلات الخمور هذه موالية؟ لا. حجارة اللي ينبني بها قبور الأئمة موالية، والحجر اللي صك جبين الحسين موالي؟ لا. في من الحيوانات محب لأهل البيت، وفي من الحيوانات مبغض لأهل البيت. هذا الفيل محمود الذي وجه لهدم الكعبة وأبى، هذا مؤمنا بالله، هذا مؤمن بالله، لكن خيول الأعوجية مؤمنة بالله؟ لا. الطيور التي أرسلت على جيش إبرهة الصباح ابن الصباح لعنه الله، فأرسلنا عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه طيور موالية. الطيور التي لطخت أجنحتها بدم الحسين موالية، تختلف. بعكس البرص، هذا البرعصي لعنه الله، هذا مبغض لأهل البيت بغض عجيب، هذا الخبيث. هذه رواية اللي عن الإمام الصادق، واحد جالس يمه وهذا البرص هذا على الجدار، فيطلع لسانه يقول الإمام الصادق اللي جالس يمه، يقول أتعرف ما يقول؟ قال شنو يقول؟ قال يقول إن سببتم عثماننا سببنا عليكم. هذا ناصبي خبيث ملعون، هذا شكل عجيب خبيث، هذا خبيث ملعون. هذا يوم هذا النمرود بن كنعان لعنه الله أشعل النار يريد يحرق فيها نبي الله إبراهيم، هذا البرص شو يسوي الكلب؟ هذا يروح إلى الصحراء يجيب أعواد صغيرة يجيبها يرميها في النار. هذا الملعون هذا موجود في قصص الأنبياء. بعكس الضفدعة، هذا الضفدعة تشوف جلدها كأنه محروق، بعكس هذا الضفدعة شكل جلدها كأنه محروق. شوف هذه شو تسوي؟ هذه مؤمنة بالله. هذه يوم أشعلت النار لحرق نبي الله إبراهيم تروح إلى النهر وتعبي نفس السماء تجي ترمي بنفسها في النار حتى تطفي النار عن نبي الله إبراهيم. هذه موالية. لهذا أهل البيت روايات عنهم كراهة قتل الضفدعة، لكن استحباب قتل ذاك الخبيث. الكلاب والخنازير والقردة هذه كلها مبغضة لأهل البيت، معادية لأهل البيت. ففي حيوانات معادية وفي حيوانات مبغضة، حتى في النباتات. حتى في النباتات ما طاب طعمه موال لأهل البيت، وما خبث طعمه مبغض لأهل البيت. ربما أصل النبات مثلا من أصل خباثة الطعم، مثلا المر، إذا كان نبات من أصل مر هذا لا موالي. لكن إذا لا والله المتعارف عليه أنه حلو لكن طلعت واحدة مرة، هذا مخالفة لأهل البيت، معادية لأهل البيت، مبغضة لأهل البيت. يروي الرواية عن بلال وعن أنس بن مالك يقول إن اشتروا مع الإمام بطيخ وجاب الإمام إلى بيتهم ففتح واحدة وأكل منها، ما استساق طعمها رماها. قال أظن أن هذه ممن أنكرت ولايتي. قال أظن أن هذه ممن أنكرت ولايتي.